السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم سعادة وانا بإذن الله. النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف عن كل فيديو بنعمله كل مرة. النهاردة هنقول على أسرار شراء السمك، وكمان هنقول يعني ازاي نشتري السمك وما نتغلبش فيه، ونعرف ان دي كانت صبحة ولا بايتة، وكمان هنقول على طريقة تنظيف السمك الصحيحة اللي بتخلي لما تيجي تقليه او تشويه ما تخليش فيه مرارة. خليكي معايا وتابعيني، هتستفيدي جدا من الفيديو ده. اول حاجة حبايب قلبي، ما نيجي نشتري السمك لازم يكون لونه مورد زي ما انتم شايفين كده. لونه مورد، مش لونه ابيض ولا لونه داكن، لونه بس بمبي كده مورد. وكمان اتك على قطعة السمكة أو أمسكة السمك من ورا ألاقيها جامدة، مش طرية ورخوة وبتضغطي إيدك فيها وبتضغط، لا. وكمان بتلمع وعينيها براقة زي ما أنت شايفة كده، عينيها براقة تمام، والسمكة سليمة قدام مني. طيب هننضف السمكة إزاي وإزاي نخليها ما تشربش معانا سمك؟ أول حاجة حبايب قلبي هنبدأ نشيل الدماغ دي أول حاجة. تمام. وهنيجي لازم دي تنشال، لازم. ليه؟ لان احنا لما بنيجي اوريدي نقلي السمك دي بتشرب كميه زيت كبيره جدا، وكمان احنا بنرميها، فلازم نشيلها. تمام. ونبدا نشيل الزعانف زي ما انتم شايفين. الحاجات دي كلها ملهاش لازمه اهي. وكمان ظهر السمك عشان ده برضو بيشرب زيت، حاجات ملهاش لازمه، فليه نستهلك زيت من غير ما نكون ايه محتاجينه؟ والديل ده برضو بيشرب كتير قوي، ملهوش لازمه. وكمان دي الزعنفه دي اهي، بالراحه خالص زي ما انتم شايفين. وهبدا افتح السمكه بقى قدام منكم زي ما انتم شايفين كده، بالراحه خالص زي ما انتم شايفين. فتحتها متساويه، ولا اتشرشطت من هنا ولا اي حاجه. وهبدا اشيل البطن بتاعها بالراحه خالص زي ما انتم شايفين. وهنا زي ما انتم شايفين قطع سوداء لازم اشيلها عشان المراره ما تسببليش مراره وانا باكل. وهنا في خط احمر لازم اشيل الدم منه، علشان ده برضو بيسبب لي مراره وبيسبب لي زفاره كبيره جدا. اخر حاجه يا حبايب قلبي هعملها هو ان انا هشيل السفه بتاع السمك بسكينه بالراحه خالص عشان ما تعورش. اهو زي ما انتم شايفين بيتشال بسهوله جدا اهو. اهو يا حبايب قلبي اهو، شايفين اللون اختلف ازاي؟ تمام. وجينا حبايب قلبي بعد ما خلصنا، عايزه اوريكم. شايفين بطن السمكه ما شاء الله تبارك الله؟ الدم اللي هنا اللي هو في المنتصف هنا شلته كله عشان ما يسببليش زفره. شايفين ما شاء الله تبارك الله؟ بياض اهو، كان هنا حمار انقلب لبياض، وهنا السواد شلته كله اهو عشان اوريكم بس. شايفين كله بقى كده ما شاء الله تبارك الله. نضفته جدا وخليته ابيض زي الورد زي ما انتم شايفين، وبكده اضمن ان هو ما يكونش فيه زفره ولا يكون فيه مراره. تابعوني الفيديو القادم باذن الله، هقول لكم على الاسباب العلميه اللي بتخلينا نحط كمون وبنحط ليمون في تتبيله السمك. تابعوني في معلومات مهمه جدا هقول لكم عليها. ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات اي سؤال انتوا عايزينه او اي اسرار وصفه انتوا عايزينها، اكتبوا لي في التعليقات. باي.